تخيل ان ممكن في يوم حد يرفض يسلم عليك، اهلك يقفلوا في وشك الباب، يتقالك سيب بيتك شغلك ويتشاور عليك انك مريض. كل اللي كنت اعرفه عن مرض الايدز قبل ما اروح كينيا اتغير 180 درجة. هناك عرفت ان الايدز هو اخر مرحلة تطور لمرض الاتش اي في، وانه ما بيتنقلش بالهواء ولا باللمس، وان ممكن نوعي الناس عادي ونتكلم عن الموضوع بصوت عالي. وده خلاني اقارن بين هناك وهنا. لقيت ان كينيا في 2016 بس كان فيها حوالي 1,600,000 بني ادم عندهم ايدز، في الوقت كان في اللي عايشين بالايدز في مصر حوالي 8,000 بني ادم. الرقم صغير صح، بس خليني اقول لك ان في 1985 كان عدد الحالات في كينيا 26 حالة، وفي 87 بقوا 286 حالة، والعدد بقى بيزيد بالوقت. وفي مصر الرقم زاد ل 11,000 حالة، يعني زيادة حوالي 40% في حوالي سنة. لو فضلنا كده بحسبة بسيطة ممكن نوصل لأكتر من 1,000,000 حالة في حوالي 10 سنين. لسه شايف الرقم صغير؟ طب على فكرة بقى الرقم ده أصلا مش حقيقي، وإن في وسطنا ناس عندهم ايدز ومش عارفين بسبب الجهل والفقر، وناس عارفين وساكتين بسبب وصمة العار. لأن الايدز تعريفه الوحيد في مجتمعنا للأسف إنه ناتج عن العلاقات الجنسية غير الشرعية، ودي فيها طرد من الشغل والبيت والعيادة، وبتوصل كمان لمقاطعة الأهل. محدش بيفكر مثلا إن ممكن يكون من زوج لزوجته، وراثة، عدوى من استخدام نفس الأدوات الطبية زي جهاز غسيل الكلى، نقل الدم، أو دكتور اتشك بالغلط بإبرة من مريض مصاب. يعني الموضوع مش بعيد ومش صعب، ممكن يحصل لك وانت مش حاسس. بعد ما كنت انت العقبة قصاد المريض هتبقى انت المريض، وساعتها لازم تختار، يا تبدأ علاج عشان تقدر تعيش طبيعي بس موصوم، يا تسكت وتسيب المرض بقى يقضي عليك زي ما قضى على 34 مليون شخص في العالم كله. وعلشان ده ما يحصلش لازم كلنا نواجه الخطر ده مع بعض، وكل اللي مطلوب منك هو 3 حاجات. أول حاجة إنك تسيب المرضى يروحوا يتعالجوا، وما تقفش قصاد علاجهم بكلامك المؤذي أو أفكارك اللي ممكن تمنعهم من العلاج عشان بس يعيشوا طبيعي في المجتمع. تاني حاجة تعتبر الإيدز مرض أبدي زي السكر والضغط، وتوعي غيرك يتعايشوا معاها إزاي. وتالت حاجة وهي الأهم إنك تعمل تحاليل وتطمن على نفسك، وتنصح كل اللي بتحبهم يعملوا كده. وآخر حاجة إنكم تشاركوا في هاشتاج الإيدز مش وصمة عار، وشير الفيديو مع أصحابكم، ويلا نتكلم في مستقبل ما فيهوش إيدز.